السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهاردة بقى هنعمل مع بعض القراقيش او المنين بالملبن. دي من الحاجات او المعجنات اللي كلنا بنحبها ودايما بنروح نجيبها من بره. النهاردة عملتها لكم بأسهل طريقة وبأقل مكونات، وكمان بنص كيلو من الدقيق عملنا كمية كبيرة تقضي أسرة كاملة. هعملهولك من الأول للآخر وهقولك ازاي الملبن كمان يطلع طري معاكي كده ومش ناشف. احلى طريقة وبأقل مكونات، وبجد دي من احلى الطرق اللي ممكن تجربوا بيها. متأكدة انكم لو جربتوها بالطريقة دي مش هتبطلوا ابدا تعملوه. هقولك على سر التسوية اللي هيطلع معاكي الملبن جوه مش ناشف وطري، وكمان مش ساح وطلع بره، وكل حاجة فيها نعرفها مع بعض. هنعمل ده كله النهاردة مع بعض، بس الأول هستناكي تجربيه وترجعي تقوليلي رأيك فيه. ومع دودو كلنا متعودين ان اكلتنا دي مفتحلاش الا باللمة الحلوة، فمحلاها لمتنا. يا رب تعجبكم اكلتنا. عندنا بقى كوباية من المية، بس الأول هنحتاج كوباية إلا ربع منها. هنعمل فيه الخميرة، ودي هنتأكد ان الخميرة بتاعتنا شغالة وزي الفل. لو انتوا في الصيف هتجيبوا المية وتشتغلوا بيها على طول من الحنفية عادي، لكن لو في الشتاء هتجيبوها وتدفوها شوية على النار علشان تسرع معاكم الموضوع. وبعد كده هنضيف معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وكمان معلقة كبيرة من السكر. والسكر هنا بيساعد ان الخميرة بتشتغل معانا على طول ومبتحتاجش اي وقت كتير. حاجات بسيطة هتلاقي ان هو بدأ يعلى معانا، يبقى كده الخميرة شغالة. لو مش عالي او عمل الفوم ده يبقى كده الخميرة بتاعتنا مش شغالة. سيبها بقى على جنب، وهنا عندي نص كيلو من الدقيق. وبعد كده هنضيف عليه رشة كده بسيطة من الملح. ورشة الملح دي بتبقى مهمة جدا في اي معجنات عندنا، يعني ما نستغناش عنها. نقلب الاول الكلام ده كويس اوي مع بعض، وبعد كده بقى نضيف عليهم كوباية من السمنة. انا هنا مستخدمة كوباية كاملة من السمنة. لو انت عايزة تعملي مثلا نص كوباية من السمنة ونص كوباية من الزيت، او مثلا 3/4 كوباية سمنة وربع كوباية زيت، او زيت كامل. بس بصراحة السمنة بتبقى فيها احلى، لان بتديها طراوة كده بتبقى حلوة جدا في الاخر، بس على حسب الموجود عندكم. هنا عندنا طبعا نص كيلو دقيق، ده بيبقى حوالي مقدار 4 كوبايات. على كوباية سمنة بيبقى المقدار مظبوط جدا. وبعد كده بنبدأ ان احنا نخلط الكلام ده كويس قوي. واهم حاجة ان احنا نبس كويس السمنة مع الدقيق ده هيساعد ان في الاخر يطلع طري وفي نفس الوقت مقرمش معانا، وكمان هيفضل وقت كتير قوي معانا. هيساعد ان ده ممكن يقعد معانا بالشهر عادي ما يجرالوش اي حاجة. بس اهم حاجة ان احنا نغطيه كويس، ونفضل نعمل الحركة دي لحد لما كله يختلط كويس قوي مع بعض. وزي ما قلت الحركة دي مهمة جدا، ان احنا نبس الاول السمنة مع الدقيق كويس قوي، لان دي اللي هتفرق جدا في الاخر في الطعم وفي الملمس وفي كل حاجة. وده بقى بيكون شكلهم بعد لما خلطتهم كويس. شوفوا كل حاجة اختلطت مع بعضهم، ما بقاش في دقيق لوحده ولا سمنة لوحدها، يبقى كده تمام جدا. وبعد بقى لما وصلنا للمرحلة دي بنبدأ نضيف الخميرة اللي كنا سايبينها. والأول طبعا احنا بنعجن بالخميرة دي، وزي ما قلت احنا مقدارنا كوباية، بس احنا عملنا في الخميرة كوباية الا ربع، علشان لو كان الدقيق محتاج سوائل أقل، لأن كلنا عارفين ان كل نوع دقيق بيختلف عن النوع التاني. في المرحلة دي بقى بدأت ان انا اعجن. نبدأ بقى ان احنا نعجن كويس لعند لما نشوف هل هي هتحتاج مية تاني ولا لا. ولو عجنا ولقينا ان هي لسه محتاجة مية هنضيف شوية بشوية لعند لما العجينة تلم معانا وتبقى عجينة لينة جدا، وتكون مظبوطة وكل حاجة في البولة اتلمت معانا وما تكونش فيها اي دقيق او اي حاجة. ولو وصلت لعندي هنا ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد اول باول. وانا بقى فضلت ان انا اعجن فيها لعند لما العجينة بدأت تلم معايا. وبصراحة انا حسيت ان هي لسه محتاجة مية معانا او محتاجة سوائل. فاول ما حسيت ان هي كده بقت عجينة ولسه بقى محتاجة لسه سوائل او ناشفة معايا، فبدأت ان انا ازود لها شوية. وبدأت بقى ان انا اعجن. لازم هنا نعجن كويس لعند لما نشوف هل هي كده لسه محتاجة سوائل ولا كده مظبوط. بس انا كده كانت مظبوطة جدا. بعد بقى لما عجنت بقى بيكون هو ده شكلها. شوفوا بقت طرية ولمت اي زوايد ليها في البولة. شوفوا هو ده اللي انا محتاجاه بالظبط علشان تطلع احلى نتيجة معاكم. انا بصراحة بحب اريحها حوالي 10 دقايق، فنسيبها بقى ترتاح 10 دقايق لما نعمل الملبن او الحشو اللي عندنا. انا هنا بقى عندي ملبن، عايزين تستخدموا عجوة هيبقى حلو جدا.
جبته بقى وبدأت ان انا اقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هو هيبقى صعب عليكم شوية في التقطيع لانه بيلزق شوية في السكينة، بس لو حسيتوا انه بيلزق قوي تقدروا ان انتوا تضيفوا شوية من النشا، يعني هيسهل شوية عليكم الموضوع. بتاخدي القطعة بتبدأي ان انت تقسميها، ممكن كمان تحطوا عليها كده شوية من السمنة او الزيت، وكمان تحطوا عليها مكسرات لو حابين. وزي ما قلت تقدروا ان انتوا تحشوها كمان بالعجوة، هتبقى حلوة جدا. كمان العجوة تقدروا ان انتوا تضيفوا عليها شوية كده من السمسم، بيبقى حلو قوي عليها، ده لو انتوا بتفضلوه. بدأت ان انا اقسمه شريحة طويلة، وبعد كده قسمتها على كل واحدة على 2، وبتبدأي بقى ان انت تاخديها وبتكوريها او بتقعدي ان انت تفردي فيها بالشكل ده، علشان انا مش عايزاها تخينة قوي على العجينة، يعني لازم كده تخليها دايرة ورفيعة شوية، وده هيبقى صعب عليكي شوية، يعني هياخد وقت ومجهود. بس بصراحة لما انا جيت اشكل كانت الكاميرا قطعت وانا مش اخدت بالي، فدي كان اخر كام واحدة عملتها، والحمد لله لفتت انتباهي ان الكاميرا واقفة. فبتاخدي كده جزء من العجين بتعمليه رول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبتعملي بقى الحجم اللي يريحك او اللي بتحبيه. هنا مش بترفعيها قوي، يعني بيكون سميك شوية. زي ما انتوا شايفين العجينة طرية جدا ومظبوطة، مش محتاجة ان انا ادهن تحتها دقيق ولا اي حاجة. وبعد كده بقى بحط في النص الملبن، لو عندكم عجوة بتحطوه بنفس الطريقة، وبتحاولوا ان انتوا تسووها. وكمان الجزء اللي ما بين الاتنين ده يفضل انكم تلزقوه في بعض علشان تعرفوا تشتغلوا احلى. ولو لقيتوا جزء طويل تقدروا ان انتوا تقسموه بالسكينة او باي حاجة. وبعد كده بقى بلزق الاتنين اللي ما بين بعض دول في بعض، او اللي ما بينهم فراغ دول. وبعد كده بنبدأ ان احنا نلم الطرفين مع بعض علشان نقفلها كويس. اهم حاجة ان احنا ندوس هنا عليها كويس عشان لما تيجي تستوي ما تفكش مننا وتكون مظبوطة. وحجم الملبن اللي جوه ده على حسب ذوقكم، بس هو الحجم ده بيبقى مظبوط جدا فيها. اهم حاجة ان احنا نقفل بس كده كويس قوي. وبعد بقى لما نقفلها بنبدأ ندوس عليها ونبدأ ان احنا نلفها رول علشان تاخد الشكل تاني وتبقى زي الفرن مظبوطة الشكل اللي انتوا شايفينه ده. تبدأوا بقى ان انتوا تساووا الاطراف وبعد كده بتقطعوها بالشكل ده. وهنا انا بحب احط عليها سمسم، بيبقى طعمه معاها حلو جدا. وبنحطها في صينية مدهونة كده دهنة بسيطة من الزيت. وكمان لو انتي مش عايزة تستخدمي السمسم وتعمليه سادة، استغني عنه تماما وهيكون شكله في الاخر حلو قوي. بس انا بحب عليه سمسم وبحب طعمه جدا مع الملبن. وبتكملي الكمية كلها بنفس الشكل ده، بتجيبيه وتفرديه، وزي ما قلت والله هي الكاميرا قطعت. وبتعمليه بقى كده وتحطي جواه الملبن وتقفلي وتشكلي زي ما انا عملتلكوا بالظبط. وتحاولي ان كله يكون نفس السمك ونفس الحجم علشان يطلع معاكي في الاخر شكله حلو قوي. بس اكيد بدل ده من ايدك هيبقى حلو قوي وبألف هنا. متأكدة ان ده هتعجبكم جدا، لان هي سهلة وبسيطة وزي الفل. وكمان شكلها في الاخر والطعم مضمون وحلو جدا وكلنا بنعشقها. وكمان بنص كيلو طلعنا كمية كبيرة، شوفوا قد ايه هو حلو قوي. ودي الكمية اللي كنت عملتها، وكمان عملت صينية تاني من نص كيلو دقيق عملت دي برضو. بندخلها بقى على درجة حرارة عالية، يعني 200 مثلا، وبنكون مسخنين الفرن قبلها. بندخلها من تحت، وبعد كده لما بتاخد لون وبتستوي من تحت بنبدأ ان احنا نرفعها على الشواية علشان تاخد لون من فوق. بندخلها بقى الفرن وبنطلعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالجمال والحلاوة دي. وده بيكون شكلها بعد لما بردت كمان معانا. شوفوا بقى هي قد ايه حلوة بجد، لو جربتوها مش هتبطلوا ابدا تعملوها. وكمان اوعدكم انكم هتبطلوا تجيبوها من بره، لان في البيت هتعمليها وانتي واثقه ان كل مكوناتها مضمونه وزي الفل. وكمان اوفر لك بكتير، انتي شايفه من نص كيلو بس من الدقيق طلعنا كميه ما شاء الله، وشكلها حلو قوي. وزي ما قلت الملبن هنا طري معانا مش نشف معانا، هيطلع معاكي بالجمال والحلاوه دي. لو وصلت بقى لعند هنا متنساش لايك للفيديو واشتراك في القناه علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا اللي بننزلها لكم. هستناكي بقى تجربيه وترجعي تقوليلي رايك فيه. ومع دودو كلنا متعودين ان اكلتنا دي ما بتحلاش الا باللمه الحلوه، فيا محلاها لمتنا، يا رب تعجبكم اكلتنا.